في البداية لو بتشوف القناة لأول مرة تقدر تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بالفيديوهات الزراعية اللي بتنزل على القناة. وما تنساش تصلي على النبي وتذكر الله، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن أهم 10 أخطاء بيقع فيهم المزارعين. أول خطأ عندي وهو الري كل يوم. ري النباتات كل يوم بيخنق الجذور وبيمنعها من التنفس، وده بيؤدي لموت النبات. طيب الطريقة الصحيحة اللي أعرف بها وقت الري إنك هتجيب عصاية صغيرة وتغرسها في التربة. لو طلع عليها طين يبقى التربة دي رطبة ومش محتاجة ري، أما لو جافة يبقى لازم ترويها. تاني خطأ وهو تغيير مكان النبات بشكل مستمر. إن أنا بنقل النبات بتاعي من مكان لمكان آخر بشكل مستمر، ده بيخليه مش قادر يتأقلم مع الجو المناسب وبيسبب ضعف للنبات وبالتالي يؤدي إلى موته. ثالث خطأ وهو تسميد النباتات بعد شرائها مباشرة. النباتات في المشتل بتكون متسمدة ومروية، فالأفضل إنك تستنى أسبوعين أو أكتر قبل ما تسمدها تاني. رابع خطأ الخوف من إزالة الأوراق التالفة. إن أنا بسيب الأوراق المصابة عندي على النبات، ده بيخليها تتنافس على الغذاء مع النبات السليم وبيقلل من العناصر الغذائية اللي موجودة في التربة بدون فايدة. فالأفضل إنك بتشيل الأوراق التالفة عشان تحافظ على صحة النبات. خامس خطأ وهو التسميد كل أسبوع. ده غلط طبعا، التسميد عندي بيكون كل 15 يوم. ليه؟ عشان تدي النبات فرصة يستفيد من العناصر الغذائية بشكل مباشر. سادس خطأ عندي وهو النباتات الظلية مش بتحتاج شمس خالص. الكلام ده طبعا غلط، كل النباتات بتحتاج لضوء شمس حتى لو خفيف. طيب لو مفيش شمس كفاية يبقى هنعوضها بإضاءة قوية. النباتات الظلية ده بتستخدم لتزيين المنازل والمكاتب والأماكن المغلقة، وبتعمل على تحسين جودة الهواء. سابع خطأ وهو إهمال فتحات التصريف في القصيص اللي أنا هزرع فيه. لو فتحات التصريف في القصيص مسدودة هتتسرب المية في قاع القصيص وهتخنق الجذور وبالتالي يؤدي إلى موت النبات. ثامن خطأ الخوف من التأليم. عدم التأليم بيخلي النبات ينمو بشكل عشوائي. الأفضل إنك تهتم بالتأليم عشان بيديله فرصة كبيرة للنمو بشكل أفضل. ممكن واحد يسأل سؤال، هو إيه التأليم أصلا؟ بكل بساطة هو إزالة أجزاء معينة من النبات مثل الأغصان أو الأوراق أو الأزهار. تاسع خطأ وهو إضافة قشور البيض والخضار بحالتها. القشور والخضار بحالتها الصلبة مش بتتحلل بسرعة وبتاخد وقت. لو حطيتها زي ما هي هتستنزف غذاء التربة عشان تتحلل، وده هيأثر على الجذور. عاشر خطأ وهو استخدام قصيص صغير لنبات كبير. لو القصيص صغير والنبات بينمو بسرعة عندي ده هيضعفه وهيؤدي لموته. دايما اختار حجم القصيص المناسب لنمو النبات.